السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل بقى فرنش توست بالجبن. فرنش توست بالجبن جميل جدا ومكوناته حلوة قوي. 3 بيضات هنا همت او كمية البيض اللي انت عاوزاه. هنحتاج جبنة رومي او اي نوع جبن بقى عندك، وجبنة كيري. دي جبنة كيري. يبقى احنا هنحط ال3 بيضات والجبنة الرومي والجبنة الكيري مع بعض، وهنحط كوباية اللبن، وذرة ملح. ده ملح عليه كمون عليه فلفل اسود. هنحط برضو، انا محطتش كتير لان على طول الجبنة الرومي اوقات بتبقى كتير، اوقات كتير بتبقى حادقة. دي بقى جبنة اللي هي مشللة ديت، السوري، هتحطيها برضو، او اي نوع جبن عندك هتحطيها. انا بحب احط الاتنين مع بعض، الجبنة المشللة، وبحب احط جبنة موتزاريلا برضو عشان ندي مطة كده وبتبقى طعمها خطير. هنقلب بقى المكونات كلها مع بعض لحد ما المكونات كلها تدخل في بعض وتحس ان بدأت الموتزاريلا تسيح حاجة بسيطة. هنجيب بقى صينية ندهنها زيت بالطريقة ديت من تحت ومن الجناب، وهنجيب التوست وهنبدأ نرصه بالطريقة دي. انا احتجت بس 9 توستات اهمت، هترصيها بالطريقة ديت. هي عشا بقى سريع مع بسيط، مع مكونات فيه كتيرة قوي عشان الاطفال تحبوا بقى، والجبنة بقى السايحة، وممكن كمان بعد ما تطلع تحط لهم عليه كاتشب بسيط. كل الكلام ده. وهنا هو رصينا التوست كله في الصينية. هنبدأ بقى ايه، ان انتي ت- تزنقيه في بعضيه عشان يجي في قلب الصينية، او تعملي الكمية اللي انتي عاوزاه. هنجيب بقى الخليط اللي احنا كنا عاملينه مع بعض، اللي هو البيض والميكس الجبن واللبن، وهتبدأي تحطيه كده، وتبدأي بقى تفرديه على التوست كله اهو بالطريقة دي. هنفرده بقى على التوست. طبعا انا مجهزة هو الجبنة موتزاريلا عادية غير المشللة. بعد ما فردت المكونات ديت على التوست، هجيب بقى الجبنة الموتزاريلا وارشها من فوق الوش كده اهو كده. هنحط بقى الجبنة الموتزاريلا بالطريقة ديت اهوت. وبعد ما رشينا الجبنة هنحطه في الفرن. طبعا هتكوني مشغله الفرن على درجة حرارة 200. هتدخليه الفرن وهتسيبيه لحد ما الجبنة تسيح كده وهو طبعا هو دلوقتي التري، يستني ما ينشف شوية، اللي هو ولا يبقى ناشف ولا طري. وهنا بعد ما طلع من الفرن الجبنة هي سايحة بطريقة خرافة، وطعمه اصلا تحفة. هنبدأ نطلع بقى توستية نحطها في طبق ونبدأ نزينها. بصي هنا السكينة هيت وانا بقطع التوستية، الجبنة هي سايحة وبتتمط، الجبنة الموزاريلا. هنا حطيت بقدونس، قطعة بقدونس صغيرة فوق ال التوست. استنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك. استني تعليقك يا سما.